السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما من فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده معانا الحاج سعيد من الغربيه، 49 سنه، شخير وخنقه ومشاكل كتير جدا، ويعني لسه شايلين له الدعامه ما كملناش ثواني. وكنت بفكره بحاجتين، بفكره زمان الناس اللي عامله عمليات الانف كنا بنحط لها الدعامات بالمنظر ده. دي الفتيله بتاعت زمان اللي كنا بنستخدمها وعفى عليها الزمن، وربنا كرمنا وكرم عياننا بالدعامه مكان الفتيل ده. المنظر الفتيل ده كان بالنسبه لنا هو ده المنظر اللي العيان بيخرج بيه من اي عمليه انف، ويقعد بيه لمده 3 ايام بالمنظر ده، ولا بيخرج ولا بيتحرك، ونايم في السرير ومناخيره مسدوده تماما. دلوقتي عايزين نسمع بقى من الحاج سعيد. قول لي بقى، نشيل الصوره دي عشان الصوره دي بايخه شويه، يعني بتعمل ربكه كده، ربكه. قول لي انت جيت تعمل عمليه ليه؟ والله انا شفت حضرتك على الفيسبوك، وسالت وشفت اكتر من عمليه قدام. تمام. بشيل الدعامه واحط الدعامه. تمام. فكنت قلت لازم انزل انا. يعني انت جاي العمليه عشان الدعامه؟ انا جاي مخصوص عشان اعمل لا عشان الدعامه بس؟ لا الدعامه، وكان في هنا الخنقه اللي هنا. الخنقه. انت جاي مخصوص منين؟ انا جاي من السعوديه. والله انت نازل من السعوديه مخصوص عشان الشخير والخنقه وجاي تعمل عمليه؟ اي والله نازل مخصوص. معقوله؟ ايوه. بالك قد ايه نازل من السعوديه؟ انا بقالي شهرين كنت مسافر. شهرين. ايوه، بس انا ما شفتش الفيسبوك الا لما ايه. اما رحت هناك. ايوه تواصلت معاهم. تمام. قول لي كنت بتشتكي بايه قبل العمليه؟ كنت بشتكي بخنقه كده في الحلقه هنا. تمام. وطبعا تشخير بالليل. كان في خنقه وتوقف نفس؟ يعني كنت اصحى من النوم. مين اللي بيقول لك؟ كان في حد بينام معاك في الغرفه؟ ايوه بيقول لك؟ ايوه. كان بيقول لك ايه؟ انت بتشخر فظيع. فظيع ايه؟ قول ما تتكسفش. يا ده ما تتكسفش. ده كان بيقول تشخير فظيع والله. تمام. فكان الواحد بقى طبعا بيتاذى يعني. اكيد. فقلت خلاص نوكل على الله ونيجي للدكتور هشام يعمل لنا العمليه. وجيت وعملنا العمليه من 10 ايام. كنت مرعوب والله. ايه؟ كنت مرعوب. من ايه؟ من العمليه يعني. انا قول لي اخبارها ايه؟ خايف كنت خايف يعني من السن ده. ما انا عارف. واللوز يعني والحلق. وبعد ما عملنا العمليه الحمد لله رب العالمين حاجه ثانيه خالص. قول لي حاجه ثانيه يعني، ما الناس عايزه تعرف يعني راح احس بنفس مرتاحه كويس، واخد النفس كويس حلو دلوقتي مرتاح. ايوه كويس. ما فيش انسداد هنا في الانف هنا. بنام حتى البارح جربت انام على جنب شويه كده وعلى جنب شويه. ايوه. ما فيش تشخير وفي راحه في النفس كويس. يعني ما فيش كتمه في النفس الاول. تمام. فالحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله. انت حاسس ان انت في فرق كبير قوي من قبل وبعد العمليه؟ ايوه والله. وبعد ما شلنا الدعامه؟ وبعد ما شلنا الدعامه انا شايفك طول ما انت قاعد الدعامه. ايوه ولا مش مصدق ولا ايه؟ مش مصدق والله، لان دي كانت مسدوده. وانا باخد نفس من هنا شويه بسيط. دلوقتي فالهواء داخل الاثنين سالكين يعني. الحمد لله. الحمد لله. نحمد ربنا. انت هتخلص لنا الهواء اللي في الاوضه. بالراحه شويه. بالراحه شويه. الله يخليك يا دكتور يا رب. منورنا يا حاج سعيد. ربنا يخليك يا رب. وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وكنت مصدق ان الدعامه بالسهوله دي؟ لا والله كنت بقول هتبقى لازقه وهحط مخدر ولا هنشيلوها ازاي. شغلانه صح. ايوه. ما خدناش. شوف الدكتور كده يشيلها وهي لازقه. وانا عمالها اصلا احترم لازقه في مناخيري. قول الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. خلصنا. الله يكرمك. هتسافر امتى تاني ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله بعد العيد. بعد العيد يعني ان شاء الله. تدعي لنا هناك بقى. ادعي لك ان شاء الله. ربنا يكرمك. الحمد لله على سلامتك يا حاج سعيد. الله يخليك. نورتنا. طبعا ده من فضل ربنا علينا وعلى كل عيانينا ومرضانا. وزي ما بنقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.